أهلا بيكم في كود فيرس. النهاردة هنحل مع بعض مسألة مهمة من موقع كود شيب اسمها محاسنة، وهنشوف ازاي نفكر فيها ونكتب الحل بلغة سي بلس بلس خطوة بخطوة. يلا بينا. أول حاجة مسألة اسمها محاسنة، والمسألة دي يعتبر هي من أطول المسائل اللي ممكن عدت علينا من السلسلة اللي احنا بدأنا نحل فيها من أول مسألة اللي هي كانت greater average. تعتبر هتبقى أطول مسألة، يعني احتمال المسألة دي هتعمل 2 parts من الفيديوز أو على الأقل 3. أنا مش متأكدة بس هحاول كان أخليها 2 عشان ما نطولش في المسألة دي، عشان ندخل على المسائل اللي بعدها. تمام. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة المسألة اسمها محاسنة. بيقول لي كتب معظم الكلام هنا، معلش انا معظم الكلام هنا هندي، فانا ممكن معرفش انطق الكلام بتاعهم لانه هندي، لان اصلا اللي عمل الكوتش ده يعتبر شخص هندي اصلا، ناس من الهند. طيب بيقول لي كتب known was one of the greatest warriors of his time. يعني في واحد اسمه كتبة، الشخص ده كان من أكبر المحاربين في عصره، أو اللي هو يعني كان جيش أو كان قائد قوي أو يعني محارب قوي. طيب بيقول لي the kingdom of Mahashimta had never lost a battle under him. في المدينة بتاعته أو في المملكة بتاعته أو المكان اللي هو كان عايش فيه، لما كان بيعمل حرب يعني عمره ما خسر حرب تحت تحت يعني رعايته، أو زي ما بيقولوا تحت دراعه. عمره ما خسر يعني أي يعني عمره ما خسر حرب. طيب فبيقول as a reason for the rules the really powerful army، عشان ده السبب اللي خلاه إن هو كان يختار جيوش أقوية، عشان كده اتسموا محاسنة. طيب بيقول لي بقى هنا كتبة was known to be a very suspicious person. He believed that the soldier is lucky if the soldier is holding an even number of weapons and unlucky other words. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان كتبة ده لما كان بيجي يختار الاشخاص اللي يحاربوا معاه او يطلعوا معاه في حرب، كان حريص جدا انه كان بيختار على السولدرز اللي هم اللكي، اللي هم معاهم ايفن نمبر من الاسلحه او الويبنز، والانلكي اللي هم بقى اللي معاهم ضد. فدي كده اول 2 نوتس هنكتبهم، طبعا مجهزه لكم نوتس عشان مش عايز اضيع وقت في الفيديو. اول حاجه ان اللكي اللي هي بتساوي الايفن، والانلكي اللي هي بتساوي الاود. جميل جميل. نكمل. بعد كده بيقول لي he considered the army as ready for battle if count of lucky soldiers is strictly greater than the count of unlucky soldiers are not ready. يعني ايه؟ يعني انه لما كان بيجي بقى يقسم الجيوش بتوعه، كان بيقسمهم على طريقة ان هو يكتب ready for battle اللي جاهزين للحرب، اللي هم عدد lucky او عدد السولدرز بتاعتهم اكبر من عدد الunlucky soldiers، او اللي هم بيطلق عليهم not ready for battle او not ready بس. جميل جميل. بيقول لي بعد كده given the number of weapons سوري، يبقى احنا كده عندنا عندنا two things محتاجين نعمل لهم count، اللي هم lucky و unlucky. فنكتب هنا كده بعد كده في التو نوتس count lucky و count unlucky. طيب بعد كده بيقول ايه بقى؟ بيقول لي given the number of weapons each soldier is holding your task is determine whether the army formed by all these soldier is ready for battle or not ready. يعني دلوقتي بقى ان انا المفروض اعرف السولدرز اللي هم جاهزين للحرب واللي مش جاهزين للحرب، وانا بقى ابدا اطلع بقى واعمل البرمجه بتاعتي. طيب خلينا نشوف الانبوت فورمات، وعايزاكم تركزوا قوي في الانبوت فورمات، لان ده اغرب انبوت فورمات انتوا هتشوفوه في الفيديو ده، لان مفيش تيست كيس زي ما في الفيديوهات اللي فاتت. دلوقتي في حاجه مختلفه. خلينا نكمل. بيقول لي the first line of input consists of a single integer اللي هو n، اللي هو denoting the number of cells. اللي هو ايه ال n ده؟ ال n ده حاجة تانية من ده احنا أول كنا بنقول تست كيس، لا هي في المسألة دي اتغيرت وبقت n. طب ال n ده أصلا ايه هو؟ النمبر اوف سولدرز، عدد الجيوش اللي احنا معاهم. ال n ده رقم مجهول احنا معرفش ايه هو. يبقى نكتب في النوتس، طبعا كتبتها في الانبوت ساعتها نسيت اكتبها، كتبتها هنا اللي هو ال n اللي هو بيساوي number of soldiers. طيب خلينا كده ندخل نخزنها عشان نخلص من حاجة عشان ما نتغطاش. يبقى انتجر ان اهو وسين ان. هعمل كل اللي كنت بعمله عادي جدا في التست كيس، بس فعلا هغير بس الحرف يعني، بس دي الحاجة الوحيدة يعني. طيب
بيقول لي بعد كده بقى ان the second line of input consists of n space separated integer اللي هو a1 و a2 لحد an. ايه ال a ده اصلا؟ ده الاري. ايوه الاري ده ماشي. ايه يعني؟ ده الاري اللي انا هعرف منه هل ده كان even ولا odd. فاهميني؟ يعني هل السولدرز مثلا دلوقتي احنا قلنا الان ده اللي هو ايه؟ عدد السولدر. دلوقتي هنشوفها في سيمبل، دلوقتي هفهمها لكم اكتر لو شفتوها في سيمبل. خلينا ننزل السيمبل يمكن نفهم اكتر. دلوقتي انا اهو ده الانبوت بتاعي. الوان ده مش تيست كيس، الوان ده الان ده اللي هو عدد السولدر، يعني ده شخص واحد. اما الوان دي بقى ده الاري، يعني ده السلاح اللي معاه، هو معاه سلاح واحد، يعني هو يعتبر اود مش ايفن. فاهميني؟ ده اود مش ايفن نمبر. فاهميني؟ فهو بقى بيقول لي هنا ايه؟ بنطلع تاني بيقول لي بقى ان السكند لاين اوف انبوت احنا المفروض هنخزن اري. ماشي، هنخزن اري ونبقى نحط جنبه ان. هنا بقى الاي دي الاري والوان دي الان اللي هي النمبر اوف سيلز، وهكذا بقى دي الاي ودي ال2 وهكذا وهكذا لحد الاي ان. ماشي ماشي. الاوتبوت فورميت بقى اللي هو عايز نطلع له ريدي فور باتل لو كان الارمي كانوا لاكي، ولو نوت ريدي لو كان الارمي unlucky. جميل. نشوف السيمبل. احنا خلاص شفنا السيمبل وفهمنا ان الوان دي كانت الان اللي هي النمبر اوف سيلدرز، والوان الثانيه اللي تحتيها النمبر اللي هي الاري اللي هي انا هعرف منها هل ده اوت ولا ايفن. ماشي ماشي. هنبدا بقى نكتب في الكود. هو قال لي في تاني سبيس ان هو عايزنا نخزن الانتجر a. جميل. وبقى بصوا اللي هي الحركه اللي دي، هنحط القوس ده، مش هنحط القوس مش هنحط الاقواس العاديه اللي هي دي او القوس لا هنحط القوس ده. ماشي، عشان هي احنا عايزين نحطهم جنب بعض يبقوا زي كده، يبقوا زي الشكل ده. بس طبعا مش هينفع نحط ان لان كده هتتفهم ان مفيش حاجه اسمها كده، عشان كده بنحطها في القوس. ومش هينفع برضه نحط ابوستروف. تمام. ونحط بس ميكرو. جميل جميل. دلوقتي بقى عندنا ستيبس المفروض هنعملها ونمشي عليها، لان الخطوه الجايه دي هنعمل حاجه اسمها فور لوب. الفور لوب دي الحاجه اللي بتتكرر. طيب ففي ستيبس بقى للفور لوب مختلفه تماما، مختلفه تماما على اي، يعني ليها ستيبس معينه المفروض ان احنا نمشي عليها. فاحنا هنكتبها كنوتس في هنا في البتاع. لو كتبناها هنا بصوا بنيجي هقول لكم تكتبوا نوتس ازاي كده. تحطوا الشرطين دول وتكتبوا اي نوت. خلي بالكم ان انتوا لو كتبتوا كده حتى اهو اي حاجه كده وعملت الكود مش هيغلط ولا هيقول اي حاجه، لانه ده يعتبر نوت، حاجه مش متشافه، الكمبيوتر مش شايفها، انت بس شايفها. تمام اهو. نرجع تاني بقى، نبدا بقى نمشي واحده واحده بالستبس بتاعتنا. اول حاجه الستارت، البدايه. والبدايه عندنا ما بتبداش من اول نمبر 1. المبرمجين ما عندهمش نمبر 1، المبرمجين رقمهم بيبدا من اول 0. مش هنحط سيمي كولون عادي وننزل تاني. طيب ثانية، عندي سؤال. دلوقتي انا لو قلت لك ان الستارت بتاعي هيبدا من 0 وعايزاك توصل من 0 ل 10، ماشي؟ يعني اهو ندخل في النوتس هنا كده، بحب اكتب حاجه عملي كده. لو انا قلت لك هنبدا من 0 لحد 10، طب هعمل ازاي؟ هتعمل ازاي؟ هتكتب كده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بس. ليه؟ ايه ده؟ فين التاني؟ هي بتنزل كل ما طالما انت بدأت من الزيرو يبقى في رقم هيقل اللي هو التاني، لان خلاص هي يعتبر اتحسبت هي من الزيرو. لان الزيرو ده كنا بنقول عليه زمان رقم مش ملوش لازمه اصلا. هو فعلا رقم ملوش لازمه، بس بقى في البرمجه ليه لازمه. في البرمجه بقى ليه لازمه، وعشان كده يعني ما بنكتبش بعد كده تاني بقى، هي خلاص تقف عند 9. يعني انت بتزودي رقم وبتقللي رقم في نفس الوقت. يعني حتى لو جينا نعدها نلاقيها 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهي 10 ولا مش 10. فعشان كده لو كتبنا بقى، لو حطينا بقى التاني ده تبقى 11. تمام. يبقى احنا الستارت عندنا هتبدا من 0. عندنا حاجه اسمها الكونديشن او اللي هي الاند اللي هي النهايه. ودي بقى الاند دي بقى بتساوي الان، الرقم المجهول اللي احنا ما نعرفش هو ايه اصلا. تمام.
طيب عندنا بقى اخر حاجه بقى اللي هي الستبس. الستبس دي اللي هي الخطوات. الستبس دي بقى مش احنا كنا بنقول ايه، احنا قلنا ان ما نعرفش هو ايه. الستبس بقى دي هنزود بقى، ما احنا بنزود هنعمل بلس بلس. هقول لكم تعرفوها ازاي. عارفين اللغه اصلا اسمها ايه؟ سي بلس بلس. شيل السي وحط البلس بلس، بقت ستبس بلس بلس. حلوه كده اهي، بقى سهلناها على نفسنا. هنمشي بقى بنفس الخطوات دي في الفور لوب. يلا بينا نبدا. هو ده الشغل. الفور لوب اهي. هنحط القوس، هنخزن مخزون جديد اسمه، هنخزن جواها انتجر، والمخزون ده اللي هو الاي، اللي هو يعني الويبنز اللي هي بتاعت السولدرز اللي هم شايلينهم. هو هنا كاتبها لي هي اصلا. تمام تمام. يبقى اتش سوري الاي اهي. والاي احنا قلنا في الستارت بتبدا من ايه؟ من زيرو. احنا شلنا الستارت وحطينا بدلها اي، يبقى هنكتب ايكوال زيرو على طول اهي. نحط السيمي كولون في نفس المكان، نكتب اي تاني. هل الاي greater than النمبر اوف soldiers ولا هتبقى less than النمبر اوف soldiers؟ طبعا less than النمبر اوف soldiers، لان احنا اصلا ما نعرفش ان ده اصلا بيساوي كام. ونحط السيمي كولون. دي اللي هي الخطوه دي. طيب الخطوه الاخيره هنشيل الستبس ونحط الاي ونكتب بلس بلس وخلصت. وادي الفور لوب خلصت اهي. حلوه كده. ونحط طبعا القوس الكيرلي وننزل كده. نبقى ايه، خلصنا من الايه، من الفور لوب. دلوقتي بقى جه دور انا عايزه اعرف هل ده لوكي ولا انلوكي. كنت بستخدم الاف دي هحطها في الفور لوب ولا هطلعها بره الفور لوب؟ لا طبعا احنا عايزين كل حاجه تتكرر، فهتبقى في ايه، هتبقى في الفور لوب. الاف دي بقى بتتكتب اهي كده، كنا بنكتبها قبل كده، بس المره دي بقى هيبقى شكلها مختلف. اول حاجه ركزوا معايا. احنا دلوقتي كتبنا الاف، هنكتب شايفين دي، هنكتبها اهو ايه. نحط القوس، بس جوه القوس مش هنحط ان، هنحط اي بقى المره دي. شفتوا؟ هنحط ايه؟ مش هنحط الان، هنحط اي، عشان احنا هنا خلاص احنا خزنا مخزون هنا اوريدي. هو احنا مخزنا مخزون جديد اللي هو الاي. فالاي بناء على كده ان احنا نشيل الان بقى ونحط الاي. احنا عايزين دلوقتي بقى نعرف هنا، احنا دلوقتي مش عايزين نعرف دلوقتي السولدرز قد ايه. معلش، احنا دلوقتي هنا مش عايزين نعرف احنا كام السولدرز عندنا، كام واحد. احنا هنا دلوقتي عايزين نعرف عدد الاسلحه. فالاسلحه هنا معروفه بالاي، هو قالها لي. تمام. فاحنا هنحط كده. هنا بقى لو دلوقتي بقى انا عايزه اقول هل هي اكبر، هل هي لاكي ولا انلاكي. طب هل دي بتحط كده علامه المودولس، هي اسمها مودولس، اللي هي دي العلامه، هي دي اللي هي البرسنت اهي، البرسنت. تمام. ديفايدد ايه بقى؟ ب2. وبعد كده بقى نحط ايكوال 0. جميل كده. احنا يعتبر عملنا خزنا الاي اي دي. فننزل تحت هنا كده بقى، ماشي، ونكتب ايه، سين اهو ايه، بعد كده اي. ماشي. معلش انا اسف، في حاجه انا غلطت فيها. المفروض دي هتبقى في الاول قبل الاف. معلش انا اسف، بعتذر. ناخدها سوري، خطوة كت كده، خطوة كت اهو. وهنزل هنا، دي هتبقى هنا في الأول اهو. بعد كده بقى هنا نحط هنا كده القوس الكيرلي بتاعنا وننزل ونكتب بقى نوت هنا عشان نبقى معلمين نفسنا ان ده لاكي. سوري اهو. ونحط هنا كمان نوت نعرف ان دي ايه، الايفن. ده الايفن مش الاود. ماشي. ننزل بقى من هنا من ناحيه الاف وننزل تحت ونكتب إلس بقى. احنا عايزين بقى نعرف العكس، هنكتب إلس بس اهي.
مش هنكتب اي حاجه تاني. وهنحط برضو هنا نكتب بقى في النوتس unlucky اهو. هنا بقى هنا اهو نحط هنا برضو نوت نكتب ان ده الغلط. كده احنا يعتبر خلصنا المسألة دي بنسبة مثلا 50%، نقول 50%. حلو، احنا هنقف لحد هنا في الفيديو ده كده، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الجزئية دي. لو ما فهمتوهاش عيدوا الفيديو من اول وجديد تاني، لانها مش هينفع ان انتوا تدخلوا على البارت 2 الا لما تكونوا فاهمين دي. اتمنى اكون وضحتها، وشكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، واتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم، واشوفكم في الفيديو الجاي، وباي باي.